يا شباب، محدش فيكم ابدا يكون فاتح تيك توك ولا انستجرام ولا فيسبوك حتى ولا اي حاجه، منصات بس. ماشي، متتفرجش على حاجات ملهاش لازمه. لو انت بتروح درس ومستمر مع مدرس معين وبتراجع معاه وبتحل كويس جدا، ماشي في الشامل كويس جدا، ما تقعدش تسمع على اليوتيوب حاجات كتير جدا 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 تشتتك. باذن الله والله لو انت مشيت على الخطه دي اضمن لك انك تكسر حاجز ال 90%. الفيديو ده اهم فيديو انت هتسمعه حرفيا. مبدئيا انا عايزك تكمل الفيديو معايا للاخر، ولازم تطبق الكلام اللي هقوله في الفيديو ده. يعني لو انت مش هتطبق الكلام اللي هيتقال فالاحسن انك تقفل الفيديو ما تكملوش معايا. انما لو انت ناوي تمشي على الخطه او الجدول اللي هقوله في الفيديو ده فانت لازم تكمل الفيديو للاخر علشان تعرف الخطه كويس وعلشان تعرف ازاي تطبقها بالظبط لو انت علمي او ادبي او حتى ازهر. وما تنساش انك تعمل لايك للفيديو علشان اللايك بيساعد على انتشار الفيديو علشان الخطه تفيد عدد كبير باذن الله. بص يا رجاله، مبدئيا الخطه هتبدا من اول ما تشوف الفيديو ده لحد باذن الله ليالي الامتحان، يعني اخر 3 شهور في ثانويه عامه. الخطه بتنقسم معانا ل3 حاجات. اول حاجه 12 ساعه مذاكره. مش عايزك تتخض من الرقم وتقول يا هندسه 12 ساعه كتير ومش هقدر اذاكر كل ده وما عنديش وقت اعمل كل ده. علشان كده بقول لك استنى عليا واسمع الفيديو للاخر علشان تفهم وجهه نظري وعشان تعرف تطبق الخطه كويس. بس انت كمل معايا الفيديو للاخر عشان تفهم. يبقى اول حاجه 12 ساعه مذاكره، ثاني حاجه 8 ساعات نوم، وتالت حاجه 4 ساعات بريك. هيبدا بعض الناس فيكم دلوقتي تبدا تسال طب يا هندسه انا بنزل سنتر، طب يا هندسه 12 ساعه مذاكره كتير، طب يا هندسه انا بنام اكتر من 8 ساعات، طب يا هندسه مش عارف ايه. اصبر وكمل معايا وهتفهم. علشان نبدا في الخطه دي فانت يومك لازم يبتدي من الساعه 5 لبعد الفجر. طيب دلوقتي احنا في رمضان يا هندسه، ما هو فاضل دلوقتي حوالي 7 ايام في رمضان. ال7 ايام دول هقول لك تمشيهم ازاي لحد لما رمضان يخلص باذن الله وترجع طبيعي عادي والخطه تكمل معاك لحد الامتحان. يومك هيبتدي من الساعه 5 بعد الفجر. طب انا دلوقتي في رمضان يبتدي بعد الفجر برضه اللي هو الساعه 6 تقريبا. تبدا تذاكر من الساعه 6 لحد الظهر. الفتره دي مذاكره مذاكره مذاكره، لازم تذاكر فيها كويس جدا. طيب هل يا هندسه ذاكرهم متواصل؟ لا طبعا، ما قلتلكش ذاكر متواصل. خد بريك مثلا بين كل ساعه والتانيه تلت ساعه بريك او ربع ساعه بريك براحتك. بعدين تيجي من الساعه 1 بعد الظهر لحد الساعه 3، من 1 ل3 بريك اعمل فيه اللي انت عايزه. بعدين تيجي من 3 ل 9 بالليل مذاكره، بس بالراحه بقى علشان احنا في رمضان دلوقتي يا هندسه. من 3 ل 9 الفتره دي كلها انا عايزك تاخدها مذاكره بس تطلع منها الفطار والتراويح. طيب بعد ما رمضان يخلص، لا ما هو بعد ما رمضان يخلص ما فيش ولا فطار ولا في تراويح، فانت هتكملهم عادي وتذاكر من 3 ل 9 متواصل، بس تاخد بريك بين ساعه والتانيه، يعني كل ساعه مذاكره خد عليها تلت ساعه بريك. يعني انا دلوقتي بقول لك الخطه بحاجتين، اول حاجه في رمضان ولما رمضان يخلص، لان الخطه دي 3 شهور حتى بما فيهم المراجعه النهائيه. بعدين من الساعه 9 مثلا للساعه 11 تاخد بريك تاني تعمل في اللي انت عايزه. بعدين تعمل ايه بقى؟ تيجي بقى من الساعه 11 لحد الفجر تنام، بس احنا في رمضان دلوقتي هتطلع وقت السحور. بعدين تصلي الفجر وتبدا تذاكر من بعد الفجر اللي هو من الساعه 6 باذن الله. انا عارف ان بعض الناس هتبدا تسال اسئله دلوقتي، واول سؤال هيبداوا يسالوه انا بنزل سنتر هندسه. قلنا كتير قبل كده ومن زمان قوي الفتره دي ما ينفعش تنزل سنتر نهائي. انا كاكرم بقول لك ما ينفعش تنزل سنتر نهائي الفتره دي. اول حاجه السنتر بياخد منك وقت وبياخد منك مجهود، انت في غنى عن الكلام ده كله. انت محتاج الوقت ومحتاج المجهود. لو اخدت كل دروسك اونلاين بما فيهم المراجعه النهائيه لازم هدفك يكون كبير جدا لدرجه اللي يخليك تقوم الساعه 6 يوم الجمعه. شفت هذا النوع من الاهداف؟ هذا الاهداف ما يخليك ترتاح. هذا الشغف للتحدي وللهدف هو اللي يخليك تتحرك، فهو الوقود حقك. لازم اتغير وهتغير للأحسن وهتغير للأفضل، عشان انا ما قداميش خيار تاني، يا اكون الافضل يا اكون الافضل، بس مفيش تاني. يمكن انا مش قدها. لا قدها يا عم، قدها يا عم. اصل غيرك عملها، غيرك عملها واغبى منك عملها، اذكى منك عملها وموهوب اكتر منك عملها، ولكن اغبى منك عملها وموهوب اقل منك عملها. فانت كمان ممكن تعملها. لو انت مش هتؤمن بنفسك بالشكل العبيط ده، بالشكل الهستيري ده، يبقى مين تاني هيؤمن بيك؟ مين تاني؟ الصح ما بيبسطش، الصح في الاول ما بيريحش، الصح في الاول ممكن يجيب مشاكل، الصح في الاول ممكن يخليك تتعب نفسيا وتخش في صراعات انت في غنى عنها، بس الصح في ختامه هيوصلك لنقطة انت ما كنتش متخيل انك تقدر توصل لها. خليني اقول لك الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها. انت مش فاشل بسبب الظروف، انت فاشل بسبب التسويف. كل يوم بتقول لما الظروف تتحسن هبدأ، لما يبقى عندي وقت هشتغل، لما ابقى جاهز هتحرك. بس الحقيقة مفيش حد بيبقى جاهز. الناس اللي وصلت ما كانتش مستعدة، كانت بس تتحرك حتى وهي تايهة. اول فيديو عملوه كان ضعيف، اول تمرين كان صعب، اول خطوة كانت مخيفة، بس خدوا الخطوة. وانت لسه مستني اللحظة المثالية. اسمعني كويس، اللحظة المثالية مش جاي، انت لازم تصنعها.